السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد. قبل ما نبدأ ندعو مع ملكنا الله يشافيه ويعافيه، الله يشافيه من كل مرض، وربي يخليه لنا. صابتو شي وعكة صحية في الظهر ديالو، إن شاء الله غادي تمر مرور الكرام ويرجع كما كان أو أحسن من قبل، والله يشافيه ويعافيه من كل ضر يا ربي يا ربي. اليوم بإذن الله بزاف قريت شي تعاليق البارح، شي إخوان أنا ما عرفتهمش، هاي شي جوج ولا ثلاثة، يقدروا يكونوا مغاربة، يقدروا يكونوا من ديك البلاد هوك. قالك الفتنة ما الفتنة، اش من فتنة كتهضروا عليها؟ اش من فتنة؟ راه غير حنا اللي كنهضروا، أما الإعلام المغربي في سبات عميق، في حين أن الإعلام نتاع الزريبة راه ما كيخلي ما يقول، لا في الملك ولا في المغاربة مغربيات ولا رجال ولا في اقتصادنا في سياستنا في كل شيء، ما كتشوفوش داكشي. كتشوفوا غير واحد المغربي ولا جوج ولا ثلاثة ولا واحد المجموعة اللي كتدافع على بلادها على الغيرة. اش من فتنة؟ كي دايره هاد الفتنة منين يخرج واحد تيسبك وتيسبك العرض ديالك وتيسبك امك وباك واختك وعائلتك وانت تتبجح له تقول له مرحبا؟ اش من فتنة؟ اش من فتنة منين تخرج القناة الرسمية ديالهم بالنهار، وراه بزاف د المغاربة كيذكروها في حوار ديالهم، وجابدين دمية فيها الوجه، دمية نتاع هزينها وفيها وجه نتاع ساماجيستي، وجالسين تيضحكوا عليها بمعنى انهم كيضحكوا على الملك. داكشي ما فيه شي فتنة، فيه فتنة غير ملي كنهضروا هنا. ما عجبكش الحال اخويا خرج بحالاتك، حنا ما بغيناكش كاع حتى تدخل عندنا ولا نشوفوك. الا ما كانش عندك غيره على بلادك فالاحسن تموت. هذا الا كنتي مغربي، وانا اظن ماشي مغربي، ولكن الا كنتي من البلاد الحضيره فبدل ما توجه لينا حنا مجموعه الناس هذا الكلام، وجهوا للحضيره ديالك، وجهوا لدوك الناس اللي ما خلاو فينا ما يصلح، اللي تيسبونا ماشي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيسبونا عبر الشاشات ديالهم في الفضائيات والعالم كله كيسمع. انا غادي نوريكم دابا واحد من بلاد الحضيره، سمع اش يقولوا، سمع اش يقول في امام العالم كله تيسمع، وفين؟ في قناه رسميه جزائريه، وتجي تبدا تتحل الشواكرد فمك. يا سمعوا معايا مزيان. حنا جزائري، حنا الجزائريين ما نديروش، حنا ماشي مراركه خويا، حنا جزائريين شاننا عالي، عندنا قيمتنا، عندنا هويتنا، عندنا الاصل تاعنا. حنا كما يقولوا نفتخروا بالجزائريه تاعنا. حنا ماشي انيط، تعرف انيط؟ عباك شكون هي انيط؟ الارنب. نعم. صوتي انا كيما المروكي خويا، نهار كامل هو من منتخب، عباك حتى ما نقولوش كلام اخر صوتي هذا لهذا خويا. احنا جزائريين خويا، انا ما نقدرش نشوه سمعه الجزائري الحر. دابا شكون اللي كيدير الفتنه؟ هذه قناه جزائريه قالك حنا ماشي المراركه، حنا شاننا عالي، عندنا الاصل. دخلت عليكم بالله دابا باش غتجاوبوا هذا، فعاود ما تكتب لي وتقول لي كثير الفتنه. باش غتجاوبوا؟ واش بصح بان بلاد الحاضره عندها شي شان عالي؟ واش بصح بلاد الحاضره كتشبه بلاد الشرفاء؟ واش بصح عندهم الاصل؟ جبت لكم البارح فيديو حتى من الماكله وتيقولها واحد معارض، يقول لك حتى من الحمص ماشي ديالنا، طبخات الحمص ماشي ديالنا نتاع العثمانيين. اش من الاصل هذا كيهضر عليه؟ اش من الاصل؟ وفي الاخر كتخرجوا كتقولوا الفتنه. نعرة الله على اي واحد كيعجبو هذا الشيء هذا وتينبطح له. هذا اللي يقول لك الاصل خصو يمشي يقلب بعدا على باه شكون هو. منين تيسب المغاربه يقلب على باه شكون هو، وإلا كان تمو مازال حيه يمشي يسقسي مو شحال مارست البغاء باش ولدات بحالو، لان هذا
ما عمر غادي يكون عنده الاب ديالو قح. هذا منقح هذا. بزاف عليك المغاربه وبزاف عليك توصل للمغاربه. حنا الا كنا كنردوا عليكم غير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوتيوب، الفيسبوك، الانستغرام، تيك توك، وما هادشي هذا كيتقال في موقع رسمي تيشوفوا التبور هو الاول وتيضحك، هو ضارب الكاس مع راسو ورجلو كطيح وتيشوفو تيضحك، وشنقليحه جالس يشوف وتبدا تيضحك حتى ما بقاش ان عنده الحصارات ولا تيتبول من تحت منه. وتجي انت تقول لي الفتنه. راه عمر ديك الدوله ما غادي يحلالها المغرب، عمر ديك الدوله ما غادي تبغي المغرب. ديك الدوله بغات الرياده ما عندهاش، بغات اصل ما عندهاش، بغات تاريخ وهويه ما عندهاش. المغرب ساعدها حتى هي، وفي الاخر ضرباتو بخنجر الغادر من الظهر ديالو. هادشي كلشي دابا غير على الكره يا سيدي. وكان لعبتو وربحتو بالصحه والراحه، ودابا نتوما كلكم كتناقضوا. شي تيقول لك بان الحكم خدا الفلوس، شي تيقول لك بان صادي دار مؤامره مع القجع. القجع ما كتعرفوش تقولوا حتى القجع، القجع وحدين تيقطعوا الفلوس. دراجي خرج تيقول شي هضره ما كايناش. انا نشوفوا دراجي نقراو لكم تاع دراجي هو الاول، نقراوها ونقول لكم اش كاين. حافظ دراجي سمع دسم في العسل. نيجيريا كانت اقوى من الجزائر واستحقت الفوز. ما تقراش غير هذا العنوان، خصك تهبط باش تعرف على ما كيهضر. هنا ما كانش داير الكلام، لكنها لم تكن بحاجه الى حكم استفز اللاعبين الجزائريين. اللاعبين الجزائريين اخرجهم من المباراه منذ البدايه واشهر في وجههم 6 بطاقات صفراء. دار الفلطه غادي يخبط الصفراء، صافي دار خطا غادي يقبط الصفراء. الخضر وعلى راس المدرب كانوا يعلمون انهم ممنوعون من المرور الى نصف النهائي، وكنا نعلم انه سيتوقف في ربع النهائي مهما كانت الظروف. شي السم في العسل ممنوع. شكون يمنعهم؟ شكون يقصاهم؟ بالله عليكم واش لعبوا البارح؟ واش كانت البارح شي كره جزائريه في الميدان في السطاد؟ كانت شي كره؟ الكره كلها مستحوذه عليها نيجيريا، ما عطاتكمش فرصه انكم تطلعوا باستثناء، نقولها بكل وضوح وبكل شفافيه، داك البيلانتي ديالكم، البيلانتي ضربة جزاء يستحقها، كان خصو يتضرب ضربة جزاء. من غير هادشي هذا ما عندكم حتى شي حاجه، بالعكس كنتو غادي تخرجوا بخمسه كانت مضمونه، والحمد لله اللي خرجتوا بجوج. مبروك لنيجيريا التأهل المستحق، والف مبروك للجزائريين شموخهم وصمودهم بجيل جديد يضرب لنا موعد في كأس العالم 2026 في الجزائر عندما نخسر ولا ننهزم. لا يا أخي، قد انهزمت ولم تخسر. عندما نقول الخسران يعني أنني يمكن لي راه مازال عندي غادي نلعب، ولكن هنا انهزمت وقصيت وطردت من الكان. وإلا لعبتوا بهذا المستوى وبهذا الفريق كن على اليقين التام أنكم في أول دور في كأس العالم غادي تجيو بحالاتكم. حاولوا تطوروا المهارات، حاولوا تشوفوا التكتيك راه ما عندكم شيء، حاولوا تغيروا شي لاعبين راه ما عندكمش، وخصوصا الحارس راه ما كاينش. الحارس عندكم ما كاينش في خطره، الحارس راه غير ما صادف شيء. الحارس واش كاينه الكره هابطه الارض وانت طالع للسماء؟ الحارس ما كاينش. شوفوا لكم حارس. وفي المجمل انكم كنتوا كطيحوا مع فرق ضعيفه، بنتوا عليها. نهار اللي طحتوا مع فريق قوي
كانت النهايه صاعقه. اذا ما تقولش راه حنا خسرنا، قول انهزمنا، لان الانهزام هو انك كتطرد من اللعبه، ما كتبقاش داخل اللعبه. اما الخساره فتنقولوا غادي نعوضها في الماتش الثاني ان شاء الله، وغادي نربح وغادي نتكالف. اذا دراجي قد انهزمتم وراه ما لعبتوش. اقسم بالله انه البارح ما كانش عندكم فريق اختراع، ما كانش عندكم، وكانت خصها تبان مزيان اللي بانت باش تشوفوا تطوروا شي حاجه او لا تحاولوا تجيبوا شي لعابه اخرين، لان راه ما عندكمش لعابه، ما عندكمش لعابه. بالله عليك هذا الراجل، واش اللي لعب اثناء المباراه وخرج يجلس ومشى تيكالي تيدير لك هذا اش بغيتي يعطي اثناء المباراه؟ كدير لك هذا مشيتي كتكالي وقابطه الكاميرا. المفروض انه اثناء المباراه ما دير حتى شي حاجه، غتكون دقيقي، انت خصك تكالي باش تبقى تبان لك بعد الكره جوج. راه خص اعاده النظر حتى في المنظومه الكرويه، خص اعاده النظر. شوف الشباب ديالنا، واش شتي شي واحد تيكالي ولا تيكمي تما، ولا حتى لا كانت شي حاجه حتى تيكملوا كاع الدوري يتكمل ويمشي هذاك حياته حر فيها. ولكن معظم الشباب عندنا ما شاء الله عليهم تيصليو. نتوما راه الكره خدامه والكاله خصها تكون. ها الفيديو تيبان لك، شوف الفيديو هو اللي غادي تحكم عليه، ماشي انا اللي غادي نقول لك. المنظومه كامله فاسده، فما تحملش الهزيمه ديالك على عاتق الحكم. كن منصف ولو مره في حياتك، كن منصف وقول ان الفريق ديالنا كان ضعيف 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 جدا، وان هذا الفريق هذا الا مشينا به لاكوب دومون راه غادي نرجعوه بواحد السله نتاع الكواري وغادي نوليو مدلولين. هذا هو الحقيقه. ولكن انت كتقول وخرجت لنا ديك حماله الحطب، هي واسمها حماله الحطب وثاني اش كتقول؟ راه واحد الحماق عند هاد الناس ما كاينش شي، واحد الحماق تتشتت هي وكترجع لمقولة الحسن الثاني الله يرحمه، ليعلم الجميع ليعلم الجميع مع من حشرنا الله بالجوار. سمعوا هذه الجزائري اقسم بالله الا خسرنا، اقسم بالله العظيم وربي نحي عليا صحتي، غير صادي باع لكم الماتش، هو اللي باع الماتش هذا، وباع الماتش باسكو راه هكذا، راه متفاهم مع القجا. واش يحوس يولي بريزيدون تاع لاكاف. اكيد هذه كتقسم بالله كاع بان صادي داير مع القجع اتفاقيه باش يرجع هو رئيس الكاب. هذه دابا هذه واش كتفكر بعقلها ولا بشي حاجه اخرى؟ حمالات الحطب هذه واش كتفكر ولا منين هاد السيده هذه منين جبتوها؟ واش هذا تفكير؟ واش هذا منطق وتعليق؟ صادي مع القجع ما بقاش عطينا الفلوس باش يخسر الفريق الوطني ديالكم، ولا عاوتاني صادي مع القجع دايرين واحد اتفاقيه تحت الكواليس. وداك الشيء ديك الشوهه اللي دار الجمهور ديالكم ماشي عيب وعار. واش نتوما اول فريق تيخسر؟ يا ما خسرنا، يا ما خسر الفريق المغربي، ويا ما خسروا فرق اخرى، ويا ما خسرت مصر، ويا ما خسرت نيجيريا، ويا ما خسرت الكابون، ويا ما خسرت مالي. ولكن ما كيكونش بحال هاد الفوضى. فين ما مشيتو كديروا الشغب، في اي دوله وصلتوا الا الا خسرتوا الشغب والفوضى وتقطع الفلوس. اش هادشي والعنف. ولكن الشرطه المغربيه البارح راه تهلعت فيهم، داكشي ما بانش في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن راه خداو ماخذ الطبل الليله د العيد. تعال دخلوهم وكرموهم اخر كرم كما كرموهم دوك السداج المغاربه اللي كانوا كيعطيوه الماكله. دابا راه كرموهم بالعصا اللي من عصا، لان هذه راه دوله الحق والقانون، والا باغي الفوضى ديرها في بلادك. الا خسر الفريق ديالك ماشي مشكل، روح رياضيه صافي، خسر حمل المسؤوليه الفريق ديالك، حمل المسؤوليه الطاقم ديالكم، ما تحملها شيء للحكم. وانت كتشوف في الماتش وكتشوف بان الفريق في الاخر وقف
عاجز عن اللعب وممارسه اللعب، وكتشوف مازال فريق نيجيريا تبارك الله كيربع في التيران، وكتقول بان راه هناك مؤامره. نوريكم اسيدي. قال لك اسيدي حنا علاش تنقولوا اننا غادي نشجعوا فريق نيجيريا ضد فريق والو؟ واش هذه هضره قال لك تقال؟ واسمعوا هذا الشيء راه في البلاطو ديالهم عندهم في قناه. ولكن حنا نذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اسمع خلاص حنا خلينا لكم المنافسه كلها، حنا ندخلوا الجزائر حايد عليا يسيبورتيو الكونغو كونتر الجيري. واحد يقول لك يا شيخ، واحد يقول لك تلعب الجيري مع والو سيبورتي والو. ما عجبتهمش هذه، قالك ما عمرهم هما قالوا هذا الشيء هذا، وحنا كنشجعوا فريق والو، فريق نيجيريا ضد والو، غادي نرجعهم لسنوات قد خلت. وفي نفس البلاطو واسمع اش غادي يقول واحد خيي ضد المغرب. كونغو يلعبوا مع والو سيبورتي الوالو. زعفان خاطر كاس افريقيا ردوها السياسي. انا ما عمرنا ما انا شخصيا عمري ما تكلمت عليهم بالسوء. سمعتوا؟ والاخر خرج لنا تيقول لك ما كايناش نهضره. وهذا الاخر اللي كان مع هذوك الجوج اللي كاين اللي قال لك انا غادي نشجع فريق الكونغو ضد والو يعني المغرب، الاخر تيقول انا ما عمرني قلت فيهم شي حاجه. ما عمرك قلتي فيهم شي حاجه؟ ها الفيديو اخر تيرميو السبع، دايرين السبع دميه وتيرميوه وتيضحكوا. يعني حنايا ولينا دابا قرود حداهم، وتيقول لك هما ما كيديروا والو، هما نضاف من النظافه. ويجي واحد اخر تيقول لك كدير الفتنه. وغادي نشوف داك الفيديو اللي كانوا دايرين ديك الدميه عباره على مسلسل تاع محمد السادس الله يحفظه ويشافيه، وتقولوا كنديروا الفتنه، نتوما كديروا الفتنه. ومن بعد كاع الا ما كانش عندك غيره على الوطن ديالك هذا، الا كنتي مغربي انا راه كنشك انك انت من بلاد الحضيره، من بلاد الزريبه. دابا عطيتكم هذا الشيء موثق، ما فيه شي غرام تاع سميتو، كل حاجه بالوثيقه ديال كل حاجه بالشهاده ديالها. واخر الاخبار نعطيكم اخر الاخبار على واحد خي اجدى راه قبطوه في المطار محمد الخامس. هذا سميتو رحوم محمد 30 سنه تم توقيفه بمطار محمد الخامس، حيث ظهر فيه فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي تيسب الساكنه مراكش وتيسب المغاربه، وكان كيثير الفتنه والفوضى داخل الملعب. هذا دابا راه منعوه، راه جابوه، دارت حتى دابا الحراسه النظريه، وغادي يتقدم العداله، غادي يتقدم الحكم. المحكمه غادي تاخذ فيه الاجراء القانوني المنصوص عليه. اللي كتقولوا الفتنه، واش خبركم بان واحد من المواطنين نتاع الزريبه في القبائل لبس غير توني فانيلا نتاع المغرب، تحكم بسنتين حكما سجنا نافذه. هذا القاضي هذا اللي حكم، هل القضاء عدلا ام ظلم هذا السيد؟ واش ما عندوش الحق يلبس داك التوني؟ وراكم شفتوا المغاربه هنايا هازين العالم الجزائري، وما كاينش اللي قال شي حاجه في العالم الجزائري. عنده الحق يلبس اي تيشيرت اي حاجه، الا كتسيء بالدوله ديالك برموز الدوله، او لا كتسيء بالدين، او لا كتسيء بشي حاجه اللي منصوص عليها عندكم في القانون. اما تجي وتقبطوه وتحجزلو داك التوني وتديه وتحاكمو بسنتين، مالو هو كان مع اسكوبار باش تعرفوا الكره اللي كتكره هاد الدوله
المغرب والنظام المغربي. هذه راه غير كره، لعبه من لعب من اجل تقريب الشعوب وتبادل الخبرات. غير كره، ما هادشي غير كره، وكا كانت شي حاجه اخرى غادي ديروا. ما لعبتوش، ما درتو والو، دخلتو دايرين في كرشكم، ما عرفتوش بانكم راه لاعبين مع فطائح كرة القدم. والسيد اللي عنده تبارك الله الركبه، اللهم صل عليك يا رسول الله، قد العجل، ما تيدير لا كلا، ما كيكمي، ما كيشرب. نتوما كتلعبوا كتخرجي تتوش وكدير الكلا وتولي تلعب وتقول لي ما لعبتوش، خسرتو، تسالات الهضره. من هنا نعطيك حارس المرمى خصو يمشي بحالاته. ما عندكمش حارس مرمى، حتى اللياقه البدنيه حتى الطول ما عندوش. شنو حارس مرمى؟ ما قبلاتوش اسبانيا يلعب معاها، وجا عندكم لعبتوه بدعوى انه ولد زيدان، لان البيت الاول نتاع اللي تهز فيه الكره طاحله تحت ما كانش يدخل، وكانت تقدر تغير اللعبه. فالله عطاكم واحد المهله من هنايا لكأس العالم باش تحاولوا تأطروا وتغيروا اللي يتغير، وتشوفوا تدريبات، تشوفوا النقص فين كاين، والصلاة على النبي. اما ديك الفوضى ودوك الصحفيين ديالكم دايرين الفوضى، دابا صدق اللي مقبوط مقبوط، واللي التخليدات بوه التخليدات بوه لداخل، واللي غادي يمشي للحبس يمشي للحبس. واش حنا منين جينا عندكم تما وكتقولوا حريات الصحافه وتعداو على الصحفيين، وانتم الطاقم نتاع الدوزيام طاقم نتاع الاذاعه المغربيه وحجزتوا لها الماتيريال ديالها وما خليتوهاش يدخل بالماتيريال. حقوق الصحافه ولا القانون يطبق غير علينا، عليكم انتم لا، انتم معصومين من القانون. اسير والله يهديكم. ما خلى المغرب ما دار معكم، وما خلاو المغاربه ما دار معكم، وما داروا معكم. انتم شفتوا الترحاب والكرم وضميناكم وتنشجعوا معاكم الفريق ديالكم. دخلتوا لاي ريستورون كتدخل كتقولوا الجيريان، كيتقول لك كل بالصحه والراحه، وحتى لا خلصتي كتعطيه غير دومي طريف. القهاوي كذلك، الناس حباتكم واستضافتكم، ولكن لا خير مما لا خير فيه. حنا بالقمال فموكم وانتم بالعود لعينينا، ما خليتو ما قلتو، وفي الاخر ولينا حقاره وولينا كدا وهادي، والمغاربه ما يسواوش. والمغاربه حنايا نشجعوا والو ضد المنتخب الجزائري. نتوما سبقتوا لهذا الشيء، حنا طبقناه على الارض. هذاك الا كان جاز في البلاطو تيقول لك نشجع والو، قال لك نشجع المنتخب الكونغولي ضد والو، يعني ماشي تبغى يقول حتى المغرب ايوا حنا راه شجعنا نيجيريا ضد والو، غير حنا منين شجعناها ربحات، وانتوما منين شجعتو الكاميرون ضدنا اللي ضد والو ربح ب2-0. شتي الفرق هنا؟ هنا البركات المغاربه، الزوايات المغاربه، الفقهاء المغاربه، الشرفاء المغاربه، وزيد 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 وزيد. هنا باش كتعرف نقول داك الشيء اللي قال لك في الاول هما الاصل، باش كتعرف الاصل، كتعرف الاصل من المبدا. كنحطوا يدينا في شي حاجه تيبارك الله، وانتم غير كتحطوا يديكم على شي حاجه كترجع اطران من تسبوا لاخر واحد فيكم. وانت اللي كنتي كتهضر ديك الهضره في الاول وكتقول بان المغاربه كذا كذا ومغاربه غير ارانب، انا مازال تنقولها لك وتنوجه لك واحد النصيحه. سير قلب على باك شكون هو، سير دير لاضيين باش تعرف راسك منين انت، باش تعرف راسك انت اش من اصل فيك. وكتقولها في بلاطو رسمي حنا باش دخلت عليك بالله، واش ب 500 ولا 300 سنه باش قبطك العثمانيين، ولا ب 132 سنه باش عطاتك لفرنسا؟ باش يلا قول لي باش اعطيني تاريخ نتاع الدوله ديالك قبل الاستعمار الفرنسي. اعطيني مالك ولا زعيم ديالكم حكم البلاد قبل ما تقبضكم فرنسا.
كلها كانت خلافه عثمانيه، وتجي وتتكلم لي على الاصل. اسير ولدي تقلب على الاصل ديالك، لا انت ولا غيرك، وبعدوا من المغاربه، بعدوا من المغاربه، راكم غادي تطيحوا في شي هاويه اللي طايحين، اقسم لكم بالله الا طايحين. ما عمرنا كنا باغيين نخرجوا بهذه الفيديوهات، ولا باغيين كنا نسبوا ولا نلعنوا ولا كذا، ولكن ملي كتوصل انك توصل نتايا لشي مستوى خاصنا نردوا عليك ونردوا على امثالك، وعندنا باش نردوا ماشي بالهضره، عندنا الاقوال وعندنا شهادات نحطوها ماشي بالفم. تراس اللي ولدك، وما يجيش شي مغربي يقول لك الفتنه، راه هما اصل الفتنه، وهما الاصل نتاع الفتنه. وما حنا المغاربه اقسم لكم بالله الا دراوش حتى النهايه، دراوش بواحد الشكل غريب، وتدرويشيت وتبلاليت اللي لقاوها معنا في الكره كلاو وشربوا وضحكوا ولعبوا، في الاخر بداو تيسبوك، لقاوك سذاج، اعتبروها سذاجه ماشي كرم، اعتبروها قوه، هما اضعف من الضعف. السلام عليكم ورحمه الله